مسلسل جنين هو عبارة عن عمل درامي من إخراج دريس الروخ وإنتاج شركة ديسكونكتد. قصة المسلسل تحكي عن جنين والذي قبل 30 عاما تخلت عنه والدته مباشرة بعد ولادته. وضعت الأم الرضيع جنين كما سيلقب بعدها أمام الباب الحديدي لمحل خردة في مدينة الدار البيضاء، وهناك سيعثر عليه الحاج الذهبي أمين الخردة. يقرر الرجل العجوز أن يعتني به، لكن زوجته تاجة ترفض بشدة، فيعطي الرضيع إلى أم يمنى منظفة الخردة ويعدها بالتكفل به ماديا. هي وبعد 15 عاما يبدأ الطفل الذي أصبح مراهقا العمل لدى الحاج الذهبي في خردة المتلاشيات المعدنية، وسرعان ما أثبت نفسه بقوة في عمله وتميزه بذكائه الاستثنائي وقدرته على الهروب من أصعب المواقف ومهارته في إفشال الخطط الميكيافيلية لمنافسيه. في الواقع تعتبر الخردة المعدنية بيئة تنافسية، حيث يوجد الكثير من خصوم الحاج الذهبي ولا سيما الألماني، وهو رجل عديم الضمير لا يتوانى عن القيام بأي شيء لتحقيق هدفه الوحيد: إسقاط منافسه الحاج الذهبي والتخلص من جنين أيضا. ديالش لا تكتسك اللي قلتي دابا. سيري واه تري ندير الخير دير الخير. المسلسل من إخراج دريس الروخ ومن تشخيص يسار المغاري، محمد خيي، سعيدة بعدي، سعاد حسن، أيوب أبو النصر، رفيق بوبكر، حسناء طمطاوي وآخرون. يأتيكم في رمضان كل يوم اثنين وأربعاء على الساعة 10:10 مساء. أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك